إذا نبقى في عالم الفن ولكن فن من نوع آخر، فليس بعيدا عن الجمال، هنالك فن عن التصوير. فالحياة لحظات حزينة وأخرى جميلة، ويتقن البشر في عيش هذه اللحظات. فعلا عبد الله، ولعل المصورين لهم طريقتهم الخاصة في أرشفة الحياة، وكل ما يمر بهم بصورة ولقطات تظل شاهدة على ما رأوه من عصر عاشوه، غير أن التصوير ليس هواية فحسب، بل هو أيضا فن له أبعاده وتكويناته وعناصره أيضا. طبعا الفن هو التصوير هو فن بحد ذاته، وهنالك الكثير من أبدعوا بهذا الفن، ويسعدنا في دبي هذا الصباح أن يكون معنا المصور سالم الكعبي. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا. كيف حالك اليوم؟ والله الحمد لله رب العالمين. يا هلا فيك. طبعا نحن قاعدين نتكلم عن فن التصوير بشكل عام. كل مصور عنده قصة وراء عدسة الكاميرا. حدثنا عن بدايتك مع أو علاقتك مع عدسة الكاميرا. البداية تختلف طبعا ما بين بداية وبداية. البداية كتصوير عادي يمكن من الصغر، يعني الواحد ياخذ له كاميرا اللي هي الكاميرا الفيلمية ويصور، تكون صور توثيقية صح. لكن يمكن تقريبا في 2005 2006 2007 طلعت طفرة التصوير الاحترافي، محاولة مقاربة الأجانب تحديدا، يعني حتى نكون واقعيين. كان الكل يسعى أن يقدم صورة تبهر المشاهد. 2008 دخلت المجال بشكل احترافي طبعا. بشكل خلينا نقول 2008 أهديت كاميرا احترافية، لكني كنت أستخدمها استخدام هواة. نعم. 2009 بدأت بالفعل البحث عن أسرار التصوير الضوئي. الحمد لله رب العالمين، بعد فترة يعني قصيرة تقريبا نوعا ما قدرنا أن نوصل إلى نوعية من التصوير الاحترافي، وصار الاهتمام بالتكوين وصار الاهتمام بالصورة بشكل مختلف، أنك لما تقدمها تبهر المشاهد من ناحية الصورة. جميل. أيضا يعني سيد سالم، اليوم يعني في مميزات كثير مثل ما حضرتك ذكرت. كان في طفرة في عام 2005 و2006 بالمصورين اللي حاولوا إثبات يمكن قدراتهم التصويرية والإبداعية من خلال صورهم وتقليدهم أيضا اللي سبقونا في هذا المجال. خلنا شوي نتكلم اليوم عن مميزات المصور الناجح في نظرك، يعني أو من حكم تجربتك. والله من حكم التجربة أو من وجهة نظري خلينا نقول. نعم. لأن التجربة بسيطة يعني، لكن من وجهة نظري المصور الناجح هو المصور المثابر. نعم. أولا وأخيرا المصور الناجح في مجال كل الحياة من ضمنها التصوير هو المصور المثابر. صحيح. لأنه دائما يعني إحنا بعض الأحيان إني ناخذ لقطة وتكون اللقطة مرسومة في المخيلة، فلما نصور ونرجع نلقى أن اللقطة هذه مش هي اللقطة اللي إحنا نبغاها، فنرجع مرة ثانية ونصور اللقطة، فتلقين أن المثابرة هي اللي تعطيش اللقطة اللي أنت تريدينها. لأن مع كثرة التصوير ومع كثرة المحاولة راح تصلين إلى اللقطة اللي أنت راسمت لنا في المخيلة تحديدا، يعني نعم. ما في حاجة مستحيلة. هذا أولا. الشيء الثاني التعلم من ناحية أني أنا أبحث عن من يجيد المهنة بشكل احترافي وشكل كبير وأخذ منه المعلومة. الشيء الثالث هو الأهم، تقبل النقد مهما كان صحيح أو خاطئ. لأنه دائما إحنا معنا المصورين مثلا واحد يعني إذا يستخدم الكاميرا سنة أو سنتين أو ثلاث، إذا انتقد من قبل شخص أصغر منه حتى لو كان أكثر إبداعية، تلقينه بعض الأحيان يصيبه نوع من الزعل أو نوع من العصبية. صحيح. هذا أول أبواب الفشل من وجهة نظري. نعم. لازم التقبل دائما. نعم. طبعا نحن نشوف صور على الشاشة من أعمالك، يعني لو تحدثنا أكثر عن هذه الصورة المعروضة حاليا. هذه الصورة من مسجد الشيخ زايد رحمة الله عليه، وهي عبارة عن صورة أنا بس ما أشوف زين تراني. الصورة فيها أشخاص صح؟ يا ريت لو بس نلف الشاشة على أساس تشوفها بشكل أفضل. نعم تفضل. فيها أشخاص. نعم فيها أشخاص. هذه من مسجد الشيخ زايد، كانت مصورة لمسابقة مسجد الشيخ زايد. نعم. الصورة طبعا لما دخلنا مسجد الشيخ زايد رحمة الله عليه كانت في مجموعة من الناس اللي يصلوا في المسجد. حطيت الكاميرا على طول، كانوا تقريبا يعني يصلوا جماعة ثانية مش الجماعة الأصلية. نعم. يعني جماعة متأخرة. حطيت الكاميرا سبحان الله جاء طفل وقف يشوف المصلين. التقطت الصورة عبارة عن حاجة احنا نسميها سلو شتر اللي هي التعريض الطويل. نعم.
لمده ثواني. لو تلاحظون في موشن او في حركه في احد المصلين، حركة بسيطة. نعم. ايوه، بحيث انه باين هو ساجد وباين هو نعم. راكع وباين هو رافع. الحركة نفسها بينت من خلال هذه التقنية. بينت من خلال هذه التقنيه، فهذه احدى الصور من مسجد الشيخ زايد رحمه الله عليه. جميل. طبعا جميل. هي صورة جدا يمكن عامل الضوء يلعب دور كبير في جمالية هذه الصورة. في صورة أخرى نحن نشاهدها حاليا، هو صورة طير وأنبوب الماء. هذه يمكن من أحب الأعمال إلى نفسي أنا. هذه من أحب الأعمال رائعة. إلى نفسي. هذه الصورة صورت على مدار 7 أيام، كل يوم تقريبا ما يقارب 8 ساعات أو 7 ساعات. كيف يعني؟ كيف تم الأمر؟ الأمر أولا بدأ بالصدفة. نعم. كنا واقفين عند ثلاجة ماء، وكنا نتكلم ويا مجموعة من الشباب. أشوف الطير يشرب ماء، بس الحركة كانت سريعة صراحة، حقيقة يعني هذه كانت في بداياتي. نعم. ما توقعت أني راح ألتقطها بالطريقة هذه. نعم. وحتى الأدوات اللي استخدمتها كانت أدوات عادية نوعا ما، مش هي الأدوات اللي يستخدمها المحترفين الاحترافية العالية يعني. نعم. يستخدمونها بس يعني مش هي الاحترافية العالية. نعم. فشفت الطير يشرب ويروح. أخذت الكاميرا يعني كأول تجربة في الطيور، صورت الصورة، رجعت شفت الصورة فيها نوع من الاهتزاز وقل الإضاءة. رجعت اليوم الثاني، حطيت الاستاند أو الترايبود وصورت نفس الصورة تقريبا. رجعت البيت لقيت أن الإضاءة إذا برفع الإضاءة أحصل أن الصورة تكون مهزوزة، يعني بالشكل هذا اللي هي معادلة الإضاءة مع تجميد الحركة. تجميد الحركة. نعم. بعدها يعني تخيلي الطير مش دائما موجود، الطير يمكن يجي في اليوم 2 أو 3 مرات. صحيح. يعني لازم تنتظرين فترة طويلة. وأحيانا أنا كنت لما كنت أشتغل على الصورة كان عندي الآيباد، ففي كثير من الأحيان أكون على النت وتفوتني اللقطة. نعم. نعم. فأتحسف عليها. المرة الأخيرة استخدمت عدد من المرايا ورفلكترات، لأني ما كنت أعرف الفلاشات، فاستخدمت المرايا واستخدمت رفلكتر. الحمد لله رب العالمين طلعت عندي الصورة هذه. في صورة ثانية نحن نتابعها بعد. شكلك لقطات تحب نادرة الطيور كلها. أنت. دائما يمكن بحكم أني فترة من الفترات كنت كشاعر، فدائما في معنى قناعة أن الشاعر الناجح هو اللي يوجد بيت شعر يردد الناس. جميل. فحولتها على التصوير الفوتوغرافي، أنك لما تصور صورة هي الصورة الناجحة هي اللي يتداولها الناس، وليست اللي الصورة تبقى في أذهانهم كذلك. أيوة، فعلا. تبقى في الأذهان، مش هي الصورة اللي تفوز في مسابقة. هذه الصورة ما أخذت مني ساعتين، لأنه أعرف طريقة الطير في الصيد، وأعرف طريقة الطير في نوعية الأكل. يعني لما تقول ساعتين كأنك قاعد تقولنا أستاذ سالم أنه يعني ما أخذت وايد وقت. بالنسبة لنا نحن ساعتين طوال، ولكن بالنسبة للمصور المحترف ساعتين يمكن فترة قصيرة أو بسيطة. ساعتين لا تعد شيء في عالم الضوء. نعم. لأنه تجميد الحركة جدا سهل يعني. صحيح. يعني حتى هذه اللقطة كانت في السيارة، جلست في ما شاء السيارة. الله. اي نعم، في السيارة. كنت أعرف المنطقة اللي أنا مر عليها، أعرف المنطقة تحديدا. فلما جيت سبحان الله يعني عارف التوقيت اللي يكون الطيور هذه موجودة فيه عنا. وتاكل. نعم. فما أخذت مني وقت. هاي وايد. الصورة أنت التقطتها بأي سنة تحديدا؟ الصورة هذه عمرها سنة تقريبا. وبالنسبة للصورة الثانية، هاي الجميل فيها أن شكلها في دبي والخلفية برج العرب. والخلفية برج العرب، والصورة تقريبا تعطيك 3D. صح، جميلة ثلاثية جداً. الأبعاد. صح. هل هاي أيضا تقنية تستخدمونها في التصوير؟ هذه موجودة في الكاميرات. نعم. موجودة في الكاميرات، يعني المصور ما يتعب فيها، لأنه كلها هي خاصية شغل خاصية 3D وتعطيش. والإضاءة طبعا تلعب دور كبير جدا. نعم. شكلك تحب الطبيعة بشكل عام، يعني صورك لاحظها أن كلها طيور وطبيعة أكثر من أشياء وجمادات. لو جيت مثلا وياك وقلت لك تعال بنطلع في أي مكان، وقلت لك تعال شوف الناس اللي تصور، راح تلاقي اللي يصور بكاميرا عادية، كاميرات الكومباك العادية، وراح تلقى اللي يصور بالتليفون، وراح تلقى اللي يصور بكاميرا احترافية. الغالبية 90% من الناس يصوروا يصوروا الطبيعة. صح. يصوروا الطبيعة. هذا من التصوير المتعب طبعا. هذه عندك تقريبا مدة ساعة أو 40 دقيقة أنك تاخذ اللقطة هذه، لأن هاي وين أخذت اللقطة هذه؟ هذه اللقطة في الفجيرة. في الفجيرة. في الفجيرة هذه.
يعني أنت أعطيتنا بعد آخر لجمالية مدينة الفجيرة. يعني الفجيرة مشهورة في جمالها وجمال بالفعل. شواطئها وجبالها يمكن. والجميل بس ابراز هذا الامر فعلاً. من خلال صوره يعني. الصورة أعطت بعد أجمل من يمكن اللي نحن كنا نتخيله. بالفعل. شوف، دائما احنا نتكلم عن التصوير الضوئي او نتكلم عن الجماليات، وتلقى وايد ناس يتكلموا والله بسافر الى المنطقه الفلانيه على اساس اني التقط جماليه. من وجهه نظري من وجهه نظري يعني هي وجهه نظر عاديه جدا. من وجهه نظري المصور البارع هو اللي يخرج الجماليات من المكان. الخليج بشكل عام، لو انطلقت الى اي منطقه في الخليج، الامارات مثلا، لو جيت دبي تلقى في عندك زوايا كثيره انك تقدر تبرزها بصوره. لو رحت اي اماره ثانيه من امارات دبي، لو جيت الى الصحراء احنا معنا الناس يقولوا والله الصحراء ما فيها الا الشتاء. طيب الصيف عندك مثلا، عندك الصيف بامكانك انك تصور الطبيعه اللي موجوده في الصيف، عندك الحيوانات اللي في الصيف، عندك الحشرات اللي في الصيف اللي هي في الصحراء. كل شيء فيه جماليه معينه ما شاء كل الله. شيء فيه جماليه، كل شيء فيه جماليه، لكن دائما في مقوله دائما يتداولها المصورين او حتى غير المصورين، اللي هي المصور هو الذي يرى ما لا يراه الآخرون. بالفعل. وأنت دائما تبرز الجمالية من لقطة، يعني من مشهد. فهذه الجمالية في التصوير الضوئي. هي جزء من الثانية فقط. جزء من الثانية يعطيك البعد الحقيقي. طبعا الحديث معك مليء بالجمالية ومليء بالصور الرائعة ولا يمل أكيد، لكن نحن داهمنا الوقت. السيد والمصور سالم الكعبي، شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد. شكرا، ونتمنى لك صباح سعيد إن شاء الله. صباحكم سعيد إن شاء إذا الله. تبقى